سودا وأسكبها طلات أدمعي اليوم شبوا نارهم. وين يا زينب؟ اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي. وويلاه اليوم ساقوني بقيدي يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي حال الردى بينك وبيني يا أخي. لو كنت في الأحياء هالكا موضعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخناء بالصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة ما كنت أصنع في حماياكم فاصنعي. تقول أنا بروحي لباري لك عيالك خويا وسكت لك أطفالك يا أبو علي يا خويا. أبو علي نور عيني توصيني بالعيال. أنا الموت قالت أنا الموت لا يرضى بدالك خويا كل الروح فدالك. وصلت يم جسد الحسين لكن شلون وصلت زينب؟ قالت جيايتك حافية يا حسين وامي خويا وبالمعركة ظليت حومي. أبو علي خويا نور عيني أنا بالمعركة ظليت حومي خويا أنا ما بي على نقل جدامي يا خويا أنا ما بي على نقل هدومي خويا لما شهبتك زاد لومي شكو خويا نهرني الشمر ويقل قومي يا نهرني الشمر إنا لله. يعني بطبيعة الحال أيها الأحبة الإنسان عنده حدود. الإنسان لو خلق ميسر أيها الأحبة أنا باكر عقبة أقدر أحاجج الله سبحانه وتعالى أقول له يا إلهي أنت خلقتني ميسر أنا ما بيدي شيء. لكن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة عندما خلق الإنسان خلق شنو؟ مخير. لكن هذه الاختيارية شنو؟ ضمن حدودها. الصلاة واجبة تقيمها لا ما عندك اختيارية. الصوم واجب تقيمه. الحج من استطاع عليه سبيلا ماكو اختيارية. وقال له يا بني آدم هذا العقل عندك وانت هذا طريق على قول تهنى وعر طشات ما شابه ذلك وهذا طريق عدل سالك وانت عندك عقل وتختار وين تروح. تروح إلى الطريق الوعور إلى طريق الطشات هذا ما شابه ذلك أنت تكون من الخاسرين الذي نصت عليهم الآية القرآنية. تمشي بالطريق هذا العدل أنت شنو هنا؟ أنت إلى الجنة. أنت إلى الجنة. شوف أيها الأحبة ماكو الله سبحانه وتعالى الله الإنسان ماكو أرأف من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ما يقول له يا بني آدم. الإمام رضا عليه السلام يقول يا بني آدم تعال احضر مجلس الحسين وابكي على الحسين مو ولو كانت دمعة بقطر بكم جناح البعوضة غفر الله ذنوبه ما تقدم وتأخر ولو كانت بكثرة زبد البحر. الله ما يريد الإنسان بخسارة أبد. لو يريد الإنسان بخسارة ما يقول له يا بني آدم الحسنة بيش ب10 بأضعافها. بس الإنسان بطبيعة الحال معاند أيها الأحبة.
ولو توقفت الآية القرآنية على هذا الحد والقسم قلنا إن الإنسان بخسارة، لكن هنالك أتمة إلى الآية القرآنية. والعصر إن الإنسان لفي وياي أحسنتم شنو إلا الذين شنو أحسنتم. إذن أكو أتمة إلى الآية القرآنية. لو توقفت ولو توقف الله سبحانه وتعالى على القسم والإنسان بخسارة وماكو أتمة للآية القرآنية، إذن قل الإنسان بخسارة. لكن هنالك أتمة أيها الأحبة إلى الآية القرآنية إلا الذين آمنوا. زين سؤال، الإيمان وحده هل كافي لمرضاة الله سبحانه وتعالى؟ فقط الإيمان؟ لا، الإيمان وحده غير كافي أيها الأحبة لمرضاة الله سبحانه. أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن ما عندي إيمان بالعترة، ما عندي إيمان بعلي بن أبي طالب، ما عندي إيمان. هسه الوهابية عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى، دولة السعودية وغيرهم وما شابه ذلك، لكن ما عندهم إيمان بالولاية، ما عندهم إيمان. إذن الإيمان وحده أيها الأحبة غير كافي. نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، إيش قد اللي ركبوا يا السفينة؟ 80 نفر. 80 نفر ذولا ركبوا السفينة وياه. هذولا شنو من ركبوا السفينة؟ شنو اللي صعتهم؟ إيمانهم صعتهم بنبي الله نوح. لكن ذولا 80 نفر اللي ركبوا السفينة بقوا على إيمانهم؟ لا، قسم أخذ يوسوس لهم الشيطان، شوفون الأمواج البحر كذا، هذا يقول له راح تنقلب بينا السفينة، ايش سووا؟ رموا بنفسه وين؟ إلى البحر. إذن الإيمان أيها الأحبة وحده غير كافي. ولو توقفت الآية القرآنية على حد الإيمان إذن قلنا الإيمان كافي، لكن هنالك شنو؟ أتم إلى هذه الآية القرآنية. إلا الذين آمنوا شنو؟ وعملوا الصالحات. صنتم يسألون الإمام الرضا صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، ما المقصود بعمل الصالحات؟ شنو أيها الأحبة؟ قال: هو إيتاء الفرائض بأوقاتها. هذه فريضة الصلاة. يقول المقصود بهذه الآية القرآنية وعمل الصالحات هو إيتاء الفرائض بأوقاتها. احنا للأسف الشديد، احنا الكلام للبعيد إن شاء الله كلكم خدام الحسين، احنا للأسف الشديد عند بعض الأخوة صلاة الصبح هاي ما موجودة، أبد ما موجودة. والإمام صلوات الله عليه يقول المقصود بهذه الآية القرآنية هو إيتاء الفرائض بأوقاتها وعمل الصالحات إيتاء الفرائض بأوقاتها. احنا صلاة الصبح ما موجودة عندنا أبد. وإذا عندنا مثلا وقت الصلاة وموجودة، وللأسف ذاك اليوم كلكم شفتوا هذا الطوبة، اجينا أنا وأخوي ملا عباس الله يحفظه، كان قبيل الصلاة ب5 دقائق شفنا الساحة، قبيل صلاة المغرب شفنا الساحات متروسة تلس. ثقوا واعتقدوا، هسه احنا مو ضد الطوبة، لا هم نشاهد طوبة، هم نشوف طوبة وما شابه ذلك. شفنا الساحات متروسة من الشباب، امتانية ريال مدريد وبرشلونة. أنا شوية أتنزل، اعذروني طبعا بس أريد أوصل الصورة. وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب. ليش أيها الأحبة؟ مو صحيح هذا. وقلنا خوف صلاة الصبح هاي مشيولة، وأنت تريد تتنفس عطر الإمام الحسين عليه السلام، عليك بصلاة الصبح. تريد تشتم عطر أنفاس الإمام، ريحة الإمام صلوات الله عليه، عليك بصلاة الصبح. ارجعوا إلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، ما المقصود بالآية القرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصبح إذا تنفس. شوف إياه الصبح، ارجعوا التفسير. هو الإمام الحسين صلوات الله عليه. الإمام علي صلوات الله عليه ليلة 19 من رمضان ضرب على أم رأسه والدماء تتسايل، دماء تتسايل، وجبرائيل النار تهدمت والله أركانه. صح ما صح، انقذوني يشيلوني، صح. بني حسن تقدم صلي بالناس. هاي الناس شنو ذنبها؟ روحي له الفداء. تقدم الإمام الحسن صلوات الله عليه وصلي بالناس صلاة الصبح، والإمام ما ترك على هذه الحالة، يصلي صلاة الصبح بالجلوس. هي ألو ماكو مقارنة. فأيها الأحبة، المقصود بعمل الصالحات هو إيتاء الفرائض بأوقاتها وعمل الصالحات شنو؟ وتواصوا بالحق. شنو تواصوا بالحق؟ تواصوا بالحق، تواصوا بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. شلون أنا تواصل بولاية علي بن أبي طالب؟ يعني شي يحب علي بن أبي طالب لازم أنا أحبه صلوات الله عليه، ايش يبغض علي بن أبي طالب أنا لازم أبغضه. شي يحب علي بن أبي طالب أنا أسويه، وشين اللي يبغضه علي بن أبي طالب أنا بغضه.
هذا أبا منصور أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه. يجي للإمام الصادق يسأل الإمام الصادق، والإمام الصادق صلوات الله عليه يستشهد، يخلي شاهد سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، لكن يخلي شاهد سلمان المحمدي. هذا أبو منصور ما تحملها شوية، قال له يا ابن رسول الله أنا أسألك وأنت تخلي شاهد سلمان المحمدي، أنا أسألك غير سؤال. ايش قال له؟ قال له اعلم يا أبا منصور إن هو قال له سلمان الفارسي، قال له ما هي يا أبا منصور؟ لا تقل سلمان المحمدي سلمان الفارسي، بل قل سلمان المحمدي. يا أبا منصور إن سلمان المحمدي منا، يا أبا منصور إن سلمان المحمدي عنده 3 خصال، ذن 3 خصال إذا وجدا عندك أنت تكون محل ذكر لمحمد وآل محمد. 3 خصال شنو هن مولاي؟ خلنا نسمعهن. طبقينهن ما مطبقينهن. قال له يا أبا منصور إن سلمان المحمدي آثر هوى علي على هوى نفسه. يعني شنو أيها الأحبة؟ يعني كما قلنا شي يحب علي بن أبي طالب يحب سلمان المحمدي، ايش يبغض علي بن أبي طالب يبغض سلمان المحمدي. احنا عندنا بالروايات أيها الأحبة أن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه أخذ يتبع خطوات علي بن أبي طالب. أين يضع علي بن أبي طالب أقدامه؟ سلمان المحمدي يجيب أقدامه يخلين على خطوات أقدام الإمام علي صلوات الله عليه. هذه وحدة. هسه هاي عندنا بعد كل من يراجع روحه بعد ما عرفان. قال له الثانية، قال له يا أبا منصور إن سلمان المحمدي يحب مجالسة الفقراء، تربية علي بن أبي طالب، تربية رسول الله، يحب مجالسة الفقراء. وين يشوف فقير مؤمن يقعد يمه. هاي موجودة عندنا. أسألكم بالله احنا خلص يصير عندنا مناسبة وخلي يحضر فد سياسي فاسد أجلكم الله، وحياتك تلقى 10 يقولوا له الله بالخير، 10 منا يسلمون عليه، أبو القهوة واقف فوق راسه، أبو الشاي واقف فوق راسه، أبو الماي واقف فوق راسه. لكن خلي يجي إنسان عادي فقير ما حد بحاله، ما حد بحاله. لكن من يجي سياسي أو غير سياسي، وإحنا هسه مقبلين على الانتخابات، أنا ما أريد أطلع من بس المنبر أيها الأحبة هذا أمانة، منبر الحسين صلوات الله عليه أمانة، أمانة. وحياتكم صلوا على محمد وآل محمد. احنا بعد إذنكم شيخنا هذا المنبر أمانة، لازم ننطق الحق والباطل. راح تجي الانتخابات المرجعية بح صوتها، المجرب لا يجرب، المجرب لا يجرب. نرجع احنا ننتخب الفاسد، انا انتخب شيخي وانت تنتخب شيخك وهذا ينتخب فد انسان ما اعرف منين، والمرجعيه تقول اختار الصالح وعوف الطالح. المرجعيه توصل المجرب لا يجرب، المجرب الفاسد اتركه بح صوتنا. وحياتك باكر عقبه احنا سبب خراب هذا البلد، سبب خراب هذا البلد اللي احنا ساكنينه. ليش؟ باختيارنا للفاسدين، باختيارنا ما لنا شغله هسه بهاي السوالف. الا الذين امنوا، أنا طلت إن شاء الله على الأخوة ما أعرف بعد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا شنو؟ بالصبر. بالصبر. أبو صالح يراد له صبر، اليوم المجلس معقود باسمه إن شاء الله. أبو صالح يراد له صبر. تحب أبو صالح؟ تريده يظهر؟ اصبر اصبر. ولو هاي الناس قامت تتنزه ما أعرف شنو السبب، تركت أمور دينها، انتهت بالسوق والدولار وما أعرف شنو، صعد السوق ونزل السوق، وش قالت أمريكا وش قالت إسرائيل، وما أخذنا الخوف وحدنا. وهي وحياتك كلها بيد أبو صالح، كلها بيد الإمام، كلها بيد الإمام. الإمام صلوات الله عليه شو يقول؟ الدنيا بدينا مثل الدرهم اخوان نقلبها أينما نريد. بعد الإنسان ليش خايف؟ وداعتك ما يصير اللي يريد أبو صالح. لكن الإمام علي صلوات الله عليه يقول الصبر صبران، صبر على من تحب وصبر مما تكره. أنت اللي تحبه يراد له صبر، واللي تكرهها يراد له صبر. أنت هاي الأمور اللي جارية تكرهها يراد لها صبر، لازم تصبر عليها. إذا ما صبرت أيها الأحبة والشيطان أخذ يلعب بقلب الإنسان تنصاب بدينك. وكل علاج إلى مرهم، كل علاج
إلى مرهم فقط الإنسان إذا ينصاب بدينه، وحياتك كل مرهم ما إله. صلوا على محمد وآل محمد. حياكم الله، مساكم الله بالخير يا نور عيني. كل علاج للإنسان موجود، لكن الإنسان إذا ينصاب بدينه ما إله كل علاج. يصير القابض على دينه كالقابض على شنو؟ جمرة. ايش قد تقدر تتحمل؟ ما تقدر تتحمل. لذلك أيها الأحبة في واقعة كربلاء ذولا اللي قتلوا الإمام الحسين صلوات الله عليه ذولا انصابوا بدينهم. وإذا ترجع للتاريخ تلقاهم قراءة قرآن وما شابه ذلك، وقسم منهم كان مع جيش الإمام علي صلوات الله، لكن شنو؟ انصابوا بدينهم. هذا الإنسان من ينصاب بدينه تنعمل بصيرة عنده، يقول ما يميز بين الحلال وبين الحرام. لذلك دول اللي قتلوا سيد الشهداء صلوات الله عليه أيها الأحبة انصابوا بدينهم. زينب عليه السلام تقول قتلوا أخي الحسين ويتباكون علي. قتلوا الحسين عليه السلام يوم 10 من محرم ويتباكون علي. ليش؟ انصابوا بدينهم، انصابوا قلوبهم انعمت. هذا حميد بن مسلم، هذا منهم ملعون همنا لعنة الله عليه، هو ينقل. حميد بن مسلم يقول شفت واحد، هذا الواحد من شفته يركض له برا طفله يوم واقعة كربلاء، يركض له ورا طفله، يقول ضربها بكعب الرمح وقعت مغمى عليها. يقول وصل عتها كان لابسه تراتي بالرواية قرط، يقول نزع القرط من نذانها، هاي تراتي جراها انخرم ذانها. وش مسوي الدورة؟ شوف شلون صاب بدينا أيها الأحبة. شو مسوي؟ مقابلها ويبكي. يقول هذا حميد بن مسلم جيته قلت له يا ملعون شنو اللي سويت؟ قال له والله كسرت خاطري. قال له ليش تبكي؟ قال له كسرت خاطري. إذا كسرت خاطرك ما أتركتها. قال له خفت أتركها ويجي غيري راح يستفاد بالتراجي. شوف هذا انصاب بقلب نعمة بصيرة. كلهم ذولا يوم واقعة كربلاء أيها الأحبة انصابوا بدينهم، صابوا ببصيرتهم، هجموا على المخيم،